السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا مزيانين. اليوم راح نحضر معكم كيكه ديال المندالين. بما انه هذا هو الوقت ديالو فاستغلوا في تحضير هذه الكيكه اللي كتجي واعره، كتجي معلكه وهشيشه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وسهله بزاف في التحضير. بلا ما نطول عليكم خليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير فكنحتاجوا 4 ديال البيضات متوسطين، عبارة كاس العنبة، الكاس ديال العنبة ديال الزيت، كاس العنبة ديال السكر، علبة ديال ياغورت طبيعي او بنكهة الفاني من فئة 125 غرام، قشور برتقالة، 2 حبات ديال المندالين اولا اليوسفي كل واحد كيقول له. ايضا عندي 2 كيسان ونصف ديال العنبة ديال الدقيق، نفس الكاس عبرت به. ايضا خميرة الحلويات وساشي ديال سكر فاني ولا فانيليا سائلة. بالنسبة للخميرة ف 16 غرام. ونبداو على بركه الله. بسم الله. مع الطريقه ديال التحضير، اول حاجه كنعملوا 4 البيضات كنوا بحراره المطبخ، كذلك كبسه الملح، دائما كنساها ما كنقولهاش في المقادير. عندي ايضا سكر، كاس العنبه، ساشي ديال سكر فاني ولا فانيليا سائله اللي كان صافي. وكنطربوا كلشي مع بعضياتهم. ماشي ضروري بالضرب بالكهربائي، يمكن غير باليدوي. هيدا نطربوهم مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم وكيذوب داك السكر، كيتبدل اللون ديال البيضات كيولي فاتح على هذا الشكل هذا. دابا غنضيفوا الزيت، كنضيفوه بالتدريج وانا كنخلط. هيدا حتى كنكمل الكميه. بعد ما كيندمج الزيت باقي مكونات، كنضيفوا علبه ديال الياغورت. انا استخدمت علبه ديال الياغورت طبيعي. من بعد كنضيف قشور ديال برتقاله واحده كيعزوا النكهه اكثر. صافي وكنعاود نخلط مره اخرى حتى كيندمجوا مزيان، عاد باش غنضيف الدقيق. صافي بعد ما ندمجوا دابا كنضيف الدقيق. هنايا عندي طبعا مغربل لعبه 2 كيسان ونصف ديال العنبه. هنايا ضيفت غير نصف الكميه، ما ضفتوش كامل. نصف كميه الثانيه عاد تنضيفو وغنضيف معاه خميره ديال الحلويات. هيدا ضفت النصف الاول وكنخلط كلشي مع بعضياتهم حتى كيندمجوا. خلطتهم هيدا بالضرب اليدوي. دابا من دمجوا غنضيف الكميه اللي بقات لي، وكذلك غنضيف 16 غرام خميره الحلويات. من بعد ما كنخلط كلشي مع بعضياتهم، القوام ديال هاد الكيكه ما كيكونش خفيف بحال الكيكه العاديه، كيكون دقيق شويه على هاد الشكل هذا. كناخذوا المول، اخترت هاد المول هذا، دهنته بالزبده. هاد المول كبير شويه. صافي من بعد دابا كناخذوا ديك الحبه ديال المندالين، استخدمت 2 كنقشرهم، وهيدا كنقطعهم صغار، قطع صغار على هاد الشكل هذا. موراها في ماكلاتكم ما كتلصقشي كنديروا 2 معالق كبار ديال السكر ومعلقه كبيره ديال الزبده. هيدا باش كنعسلو بحال كنعسلو ديك المندالين. هيدا كنخليوه على نار مهيله حتى كيذوب داك السكر مزيان. صافي ما كيذوب كنضيفوا المندالين وكنخليوه هيدا فوق النار 5 دقائق. هيدا حتى كيبدا كيتعسل. صافي دابا كنطفيو عليه. موراها كنعملوه فوق الكيكه، فوق الخليط ديال الكيكه. هي في الاصل من الاحسن نخليوه حتى يطفى، مبقاش يديك بخار طالع كما كتشوفوا، حيت انا كنت مزروبه صراحه عليها عملته هو سخون، ولكن من الاحسن تخليوه يطفى عاد عمله. صافي دابا كندخلوها طيب من التحت ومن الفوق بحال الكيكه عاديه. انا كنخليها حتى كتبرد. دابا غندوزو نحضروا صلصه. المقادير ديال الكريمه اللي غنوجدوها غنحطوها فوق الكيكه. كنحتاجو في كاسرونه كنعمل ملعقه كبيره ديال السكر، ملعقه كبيره ديال النشا، 250 مليلتر ديال الحليب. كنخلطوا كلشي مع بعضياتهم بعدا بالضرب باليدوي حتى كينسجموا العناصر مع بعضياتهم. عاد كنردوهم على نار تكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيبدا القوام في الغليان لهذا الشكل هذا. وكتبدا الكريمه كتعقد. من بعد ملي كتلاخر كنزيدوا لها الشوكولاط الابيض. انا استخدمت 50 غرام. ديك الشوكولاط هو اللي كيعطيها مذاق مزيون.
صافي وكنكبو الصلصه على الكريمه وهي تكون سخونه لان دغيا كتجمد. هيدا كتجي ديك الدميعات في الحاشيه. من بعد رشيتي ليها الشوكولاط محكوك اسود وكذلك شرط ديال البرتقال. المهم التزيين يعني كيبقى اختياري، نتوما الاختيار ديالكم. ها الكيكه ديالنا بعد ما سالي التزيين ديالها هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه شكلا ومذاقا. ان شاء الله الا جربتوها تعجبكم. ضروري نقطع لكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. هانتوما هيدا كتجي من الداخل كتجي هشيشه وفي نفس الوقت ديك المندالين معسل عطاها واحد التيليكه مزيونه. ان شاء الله الا جربتوها تعجبكم. كما لاحظتوا سهله في التحضير، ما كتاخذش الوقت بزاف. هيدا كنكونوا سالينا الفيديو اليوم، نتلاقاو فيديوهات قادمه باذن الله. شكرا على المتابعه، دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.